صومالي من مدينة دارودانت، 20 سنة، عندي باك بلس 2، خدام حاليا في الانيماسيون. المثلية ديالي اكتشفتها في الصغر ديالي، يعني ما بين ديك 11 عام 10 سنين، فاش كنلقى راجل ديفيرون على لي زوطر في المدرسة. كنشوف راسي انا عندي، كنشوف الدراري سميتي الدراري بارونتيل، وكنميل بزاف يعني نلعب مع البنات بزاف، ونميل بزاف يكون عندي حركات انثويه، وكنلعب معاهم لاستيك وكنتف في البنات. يعني هذا الشيء اللي جاني انا نشوف راسي انا المغالي ونكون انا اللي شي تسوى. يعني من بعد اكتشفت هذا الموضوع ديالي، كانت واحد المرحله صراع بيني وبين راسي، اللي كما نقول لك كيف ما الجميع المثليين اللي كتبوا بين الانتحار، بين عدم تقبل الاخر، تقبل النفس، اكتئاب وبزاف ديال الحوايج. المحيط ديالي يعني كاين اللي متقبل الفكره، حيت عندهم حالات يعني كتعيش في وسطهم يعني في الاسره ديالهم. كاينين الاخرين اللي متشددين متحفظين، كيقول لك يعني انت خصك تقتل، انت خصك تموت، انت ما عندكش مكانه لا في الدين لا في القانون ولا في المجتمع. اول علاقه حب يعني بين يعني ماشي مغربي اصلا، اجنبي، حيت انا ما كنامنش بالحب هنا في المغرب، حيت المغاربه بين قوسين عندهم فكره ديال المثليين كيساوي غير الجنس والطهاره والمال الى اخره. مشيت يعني بديت علاقه حب مع اجنبي، بدات في 16 عام 17 عام. مده العلاقه يعني عام ونص تقريبا، من موراها كانت يعني مدتها تجربه شويه صعيبه، لانك كيشوفك يعني مع اجنبي، وخصوصا انت مغربي، وهذا كيشوف واحد النظره عندهم سلبيه. مي انا بور موا يعني كانت واحد تجربه فريمون زوينه، يعني عشنا الحب، المشاركه، شي حاجه دو بارطاج، يعني ماشي بين قوسين كما كيفكروها في ذاك الاتجاه، لا بزاف ديال الحوايج فيها. علاقه حب مع بنت، هذه يعني تجربه انا جربتها مع بنت. كانت بنت قالت لي علاش انت ما كتصاحبش مع الدراري، وعلاش نجربوا ان كولاسيون، وكانت اصلا هي كتبغيني. انا جربت، ما كانش تا سونتيمون، ما كانش حتى احساس تجاهها، تما تاكدت على الميول ديالي 100%. قلت لي شي شخصيا مع احتراماتي للمثليين اللي كيعزز عليهم فكره الزواج ولا كيفكروا في فكره الزواج، انا ضد فكره الزواج، مي كنفكر في اون ريلاسيون يعني دورابل، يعني مطوره وصافي. ما فكره الزواج انا ضد. مع راجل ولا مع مرا؟ مع صاحبي. اغتصاب طارت لي في المدرسه، يعني تعرف شكون؟ تعرف شخص يعني طمعني بشي حاجه، مشيت معاه وطرات هادشي اللي بغا يطرا. استاذ؟ ماشي استاذ، واحد راجل عادي كيتسمى قدام المدرسه. ولكن من قبل يعني كانوا فيها دوك التصرفات اون فيمين، يعني انثويه. جو بونس انا داك الشخص شاف فيا دوك لي زاكسيون وجعلوا انه يختارني من دون هذوك الناس. ولكن الاغتصاب ما عمره كان سبب المثليه الجنسيه. كاينين الناس ما تغتصبوش ولكن عندهم ميول جنسي. الاغتصاب كان حقد وكراهيه، لان ما كانش عن اقتناع، كان عنف. تما فاش جاتني ديك الفكره ديال الانتحار من داك الاغتصاب، من الميول الجنسي الى اخره. كنقول حيت حنا ما عمرنا اختارينا نولوا ديفيرون على الاخرين، مختلفين. حنا بغينا نكونوا بحال الاخرين، ولكن هادشي ما اختاريناش. كاينه فكره الناس كيقولوا، حيت حنايا المجتمع اللي ما مخلوطين فيه بزاف. كاين واحد عادي ما كيديرش مكياج، كاين الاخر مرجل، كاين الاخر يعني كيحس في الداخل ديالو فون ديالو يعني اون فيمين، يعني انثوي. انا من الصغر ديالي عزيز عليا المكياج، عزيز عليا نلبس اللباس ديال العيالات، وكنفكر هنا من القدام ندير عمليه تجميل تحول يعني انثى. بارفو كتقول علاش هذاك عايش حياته طبيعيه وعايش وحنايا هكا دايرين، يعني شي حاجه ما اخترناها وكيلومونا عليها. شوف بنتك حس راسك غير طبيعي دابا. لا تقبلت راسي 100%، ويعني كنقول راسي انا مثلي ومفتخر بها، وكنوجه زعما للمثليين الاخرين انهم يتقبلوا راسهم، لان شي حاجه ما اختاريتيها، شي حاجه ما جيتيش ويعني تحديتي الدين، تحديتي القانون، تحديتي المجتمع باش تقول لهم لا انا هكا. انا عمرني ظنيت راسي انا مخالف للدين،
جلست مع ناس يعني حتى هما دي رجال الدين ومثليين، يعني كنقول هذا رجل الدين وعنده مشكل. يعني ماشي وكتمشي ماشي غير واحد الطبقه، يعني الطبقه الفقيره كتلقى الناس ولاد اساتذه ولاد قضاة ولاد يعني عندهم هذا المويل، يعني ماشي كتشوف غير راسك ولا واحد الفئه معزله في المجتمع. منين اكتشفت هذا المويل انا قررت يعني ندير واحد العلاج، ودرت واحد القرار باش نتعالج ونقول، حيت انا كيقولوا هذا مرض. انا قلت منين كان مرض نديروا علاج. جرب الطب النفسي اللي كيقول لك بسيكولوج جامعي الطب النفساني وسميتو، يقول لك لا هذا ماشي مرض، هذا شي حاجه فيك وشي حاجه طبيعيه فيك. مشيت درت سميتو في الرقيه الشرعيه، حيت انا واحد المده قال لي الناس راه وقيله ساكنك على الشيخ ساكنك مشى كيسلخ فيا داك الفقيه ودوزت الحصص تعذبت فيهم نيت، ومن بعد تيقول لي مشى فيك داكشي، ولقيت الميول باقي هو الميول. وجربت مع بنت يعني درت تجربات ودرت تحديات بزاف باش نحاول سميتو. من بعد هذوك التحديات قلت نعذب راسي نطلقها بالي هاديه اللي خلاني نخرج من اكادير، حيت انا كنت معروف في سناب شات خصوصا بعد الاعلان المولوجي في الفيسبوك وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. كنت كندير دي فيديو كنهضر بزاف على الميديا وقربت الناس بزاف الواقع ديال الميديا، وصححتها اللي بين قوسين وليت كنتلاقى الناس بطاطا فونتوتسا هذا خصو يتقتل، هذا خصو يترجم، هذا ما عندوش مكانه، ولاو كيوقفوا لي قدام الدار بسوا لي نموت. تلقاوني في واحد الساحه 300 واحد خرجوني غير الناس بزاف ديال سميتو. والقرايه اللي شي حاجه حق ديالك، حق اللي خصك يعني تمارسو، ما خلوكش علاش بالمولود ديالك، واي حاجه يعني كديرها في حياتك كيربطوا عليك بالمولود الجنسي ديالك. كيف ما اوروبا كيف ما بعض الدول كاين الاسلام يعني تتقبلوهم. واحد النهار غيجي، لان كنقول لك ان الاسره ضروري كيكون عندها واحد داخل كل بيت كيكون عندها واحد النسبه ديال الاشخاص هذا المجتمع العلمي، وما حدنا كنهضروا بهم ما حدهم كيعرفوا كيقولوا هذا الشيء سي نورمال. يعني كاين ماشي غير ولدنا اللي عندنا، يعني كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا وكاين هنا، ويجي واحد النهار يتقبلوا ولا شي. وكاين واحد لان كاين واحد شونجمون في الاول كتخرج ما كاينش كيشدوك البوليس، كدوز 24 ساعه كيشوفك كتعوج في الطريق مثلا، وشي وحدين كيتمشاو هكاك وهما كيعتبرون كيتعوجوا لان مشيتو هكا كيدخلوا سميتو. دابا ما بقاش يعني داك سميتو المغرب غادي كيتقدم شويه في هذه الحقوق الانسان في الحريات الفرديه. كاينه فكره ديال انني نخرج من المغرب، ولكن انا كنرجع الفكره ديال الا غتعالج شي حاجه تعالج في المغرب، لان اي واحد عنده المشكل كيخرج من المغرب، اي واحد عنده هذا المويل ديال يخرج اشنو هاي، وما غاديش يسالوا بزاف ديال الناس، بزاف من المشكل خصو يتعالج في الوطن ديالنا في المجتمع ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.